السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا عم بهجت، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. قال لي مصر جيش، نعم ام لا ولماذا؟ صلى على النبي يا عم بهجت. عليه الصلاه والسلام. بص، هو مش كله وحش ومش كله حلو قال برضه لي يا عم مصر بهجت. جيش، انا ما قلتش كله. انا بص حبيبي، انا ما قلتلكش يلا نمسك الجيش نشوف مين الحلو ومين الوحش. انا بسالك هل لمصر جيش؟ اتفضل جاوبني، بعد كده نشوف لا مين الحلو ومين لا، الوحش. بص، هي مصر ليها جيش، قول لي بقى بس جيش لماذا، عصابات. اسمعني، لماذا اطلقت ماشي. عليهم لقب جيش؟ هل رايت منهم عملا من اعمال الجيوش؟ قول لنا عليه يا استاذ، اتفضل. تحرير سيناء. ده ما كانش اعمال جيوش يا حبيبي والله، ده كان اعمال استسلام امال. وخيانه. و6 اكتوبر. ما انا قلت لك بدات بنصر وانتهت بهزيمه. اما تحرير سيناء، سيناء لم تحرر بعد يا حبيبي، لانك لا تستطيع ان تدخل باي قوات للحدود بتاعت غزه او حدود فلسطين، فكده سيناء ما اتحررتش. زائد الاسرائيليين فرضين عليك حق الدخول في سيناء بالبطاقه الشخصيه من غير تاشيره. ثلاثة، ان انت اصلا بيقولوا بمعاهدة كامب ديفيد، وهي معاهدة الاستسلام اللي انت فرطت فيها في اراضينا فلسطين وفي القدس الشريف، في مقابل ان هم بس يسمحوا لك تستخدم سيناء، لكن تمتلكها وتعمل اللي انت عاوزه عليها غير مسموح لك يا حبيبي باذن الصهاينة. لو هم سمحوا لك ماشي. هي دي سيناء يا حبيبي، وهي دي معاهدة كامب ديفيد. بس برضه يا عم بهجت، يعني بيبقى في امن وامان برضه. ايه بقى الامن والامان؟ يلا دلني على الامن والامان ايه؟ اللي وفره تعرف لك انام في الجيش. اتفضل. بنعرفوا ننام في بيوتنا مستريحين، مفيش بتنام دولة بتضرب علينا صواريخ. يعني، اسمعني بس، الناس الشارع لو في بتقف دولة هتضرب عليك صواريخ هتضرب عليك ليه؟ يعني انت مثلا عندك حاجة حلوة. ليه؟ وبتضرب في سوريا ليه؟ وبتضرب في العراق ليه؟ وبتضرب مين في اللي ليه؟ بتضرب هقول فيهم. هقول لك لبنان. هقول لك بتضرب في لبنان لان حزب الله بيضربها. بتضرب في فلسطين ما سوريا. عندهمش جيش. نعم، فلسطين ما عندهمش جيش، بيضرب فيهم ليه؟ بيضربوا عشان فلسطين عاوزين فلسطينيين. يحرروا عليهم ويقضوا عليهم في فلسطين، عاوزين يحرروا بلدهم لان دول محتلين فلسطين. اسرائيل دي دولة طب سوريا. احتلال يا حبيبي. طب سوريا. وسوريا دلوقتي، قالوا. وهم دلوقتي بيضربوا في سوريا عشان يعملوا خدمة للسيسي والملك عبد الله وملك السعودية وبتاع الامارات، ان الشعوب لو قامت بثورة وقضت على الحاكم والجيش اسرائيل هتخش تحتلكم. عاملين خدمة طب, للسيسي بس. طب ليه ما ضربوش سوريا في عز بشار الاسد كانوا كانوا عملوا ولا بيضربوها يا ضد؟ حبيبي، كانوا بيضربوها والله. ارجع 50 سنة يضربوا في سوريا وبشار الاسد يقول لنا حق الرد. ابوه هو ابوه لنا حق الرد. عمرهم ما ضربوا رصاصة على اسرائيل بعد 67. طب هم برضه عم باجت ما يقدروش يضربوا مصر برضه. ما يقدروش احنا ليه؟ بنتكلموا ان مصر ماشي. ايه اكبر اللي ايه اللي سبع اسمعني التصنيف اسمعني السابع على العالم. حلو، الجيش الاول على العالم. انا مش يا سيدي، ايه، قول اللي انت عم عاوز تقوله. باجت. لحظه يا استاذ. خليه يتكلم عم باجت لو عايز لا لحظه تتكلم يا وانا استاذ، بقى. اخلص معاك الاول. الجيش السابع تمام على ماشي. العالم، الجيش الواحد على العالم. لما اثيوبيا اخذت ميه نيلك ما عرفتش تعمل معاها حاجه، ولما بعت قوات للسودان نيموهم على بطنهم. اصحف يا ابن فوزيه، اقلع الافرول يا ابن فوزيه، اعمل يا ابن فوزيه. والجيش بتاعك اتدمرت له الطيارات الميج، والميج اللي موجوده الروسيه اللي موجوده في قاعده المروه اللي الجيش السوداني كان مديها لمصر، واتقبض واتأثر الطيارين وقادة الدفاع الجوي والمدرعات وصف الضباط والعساكر. ما شفناش واحد من ولاد فوزية راح ضرب جيص، مش طلقة رصاص، وهنونة في السودان زي ما بيهنونا في أي مكان على وجه الأرض بيروحوه أو بيتصدروا فيه. الجيش المصري لما عمل ذكر في العملية الشاملة في سينا قتل نص سكان سينا اللي كانوا يقاربوا من مليون. لسه واحد قايل لي بقوا اقل من نص مليون بكتير. الجيش المصري لما راح رابعه والنهضه قتل المصريين المسالمين. الجيش المصري لما بيجيب الناس في المظاهرات كان بيقتل الناس، ولما بياخدهم في السجون بيعذبهم. السيسي نفسه قال انا هعمل لكم شبكه طرق تمسك مصر كده
والجيش الخطة معمولة ينتشر في 6 ساعات. بحسبه بيقول ده أنا هعمل جيش يوسع مساحة أراضي مصر ويرجعها تاني ل3.5 مليون كيلو متر مربع ساعة العساكر ما مسكوا البلد. بحسبه بيقول أنا هعمل جيش يحرر أم رشراش ويرجع غزة وقطاع غزة والأراضي اللي كانت تحت سيطرة الجيش المصري في 67. بحسبه بيقول أنا هعمل جيش تفخروا بيه، أنا هعمل جيش يعلم الجندية ويعلم المصريين القتال، مش لا مؤاخذة بتخش وتخرج زي الجردل. لو ضربت نار مش هتضرب أكتر من 7 رصاصات، هتتعلم بيهم إيه دول يا معلم؟ ده أنت ما بتعرفش تفك البندقية بتاعتك وتركبها وتقولوا لي عندكم جيش؟ يا حبيبي عندكم جيش، وقفتوا العيال فيه بالخيار وبيعتوه السمك الزفر وشغلتوهم عساكر سيكا. الجيش الوحيد في العالم اللي عنده عساكر سيكا بيخدموا الضباط ونسوانهم وعيالهم، الجيش المصري يا معلم. هم دول عيالكم، هم دول اخوك واخوي. بيروح لست الهاني ينظف لها الحمام ويمسح لها المطبخ ويجيب لها الخضار، ولو واد حليوه تمام وحضرة الضابط بعافيه بيقوم بالواجب على السرير. يعني بيتعلموه الحرام والزنا وقله الكرامه كمان.